منذ قرون كان بناء الأهرامات في مصر يعد من أكبر ألغاز العالم القديم، فكيف تمكن الفراعنة من بناء هذه الهياكل الضخمة بدون استخدام التكنولوجيا الحديثة التي نستخدمها اليوم؟ أهلا بكم. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. تم بناء الأهرامات في العصر القديم، ويعتقد أن الأهرامات الكبرى في الجيزة تم بناؤها خلال الفترة من حوالي 2580 قبل الميلاد إلى 2560 قبل الميلاد. وتعد هذه الأهرامات العظيمة من أكثر الأماكن السياحية شعبية في العالم، وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للتعرف على هذه الإنجاز الهائل. مع ذلك لا تزال العديد من الأسئلة تحوم حول كيفية بناء الأهرامات، وعلى الرغم من أن العلماء والمؤرخين قد قدموا العديد من النظريات والفرضيات، فإن اللغز لا يزال محيرا للجميع. لغز بناء الأهرامات واحد من أكبر ألغاز حول بناء الأهرامات هو كيفية نقل الحجارة الثقيلة التي تزن عدة أطنان ورفعها إلى أعلى بناء الهياكل العملاقة. وقد اقترح العديد من الخبراء أن الفراعنة استخدموا أساليب مختلفة، مثل استخدام المياه لتحريك الحجارة، واستخدام الأسلاك والحبال والكتل الخشبية لرفعها. ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى الإجابة، مثل كيفية تحديد الموقع الدقيق للأهرامات، وكيفية بناء الهياكل الداخلية ذات الأشكال المعقدة. وكان بناء الأهرامات تحديدا هائلا للعلماء والمؤرخين، ولا يزال اللغز قائما حتى يومنا هذا. ومع ذلك فإن عددا من الدراسات الحديثة تساعد في فهم هذا الإنجاز الهائل بشكل أفضل، وتعطي الأمل في الكشف عن المزيد من الأسرار حول بناء الأهرامات في المستقبل. كيف حمل المصريين القدماء حجارة الأهرامات؟ كان يتطلب بناء الأهرامات الكثير من الجهد والمهارة والتنظيم. كانت الأهرامات تحتوي على الأجزاء الداخلية والخارجية والمعقدة، بما في ذلك الإنفاق والغرف والأقسام المتعددة، وتعد من أكبر الإنجازات الهندسية في التاريخ. تم بناء الأهرامات من الحجارة الضخمة الطبيعية التي تزن عدة أطنان، والتي تم استخراجها من محاجر الحجر الجيري الموجودة على بعد مسافة تصل إلى عشرات الأميال من مواقع الأهرامات. وقد تم نقل هذه الحجارة بطرق مختلفة، بما في ذلك الجر والسحب على عربات خشبية وإرسالها عبر شبكة من الأنهار الصغيرة. وكانت الحجارة ترفع إلى مواقع البناء باستخدام الحبال والكتل الخشبية، ويتم رفع كل حجر بشكل منفصل لتركيبه في مكانه النهائي. وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن الفراعنة استخدموا أيضا تقنيات الرفعات والمنصات الخشبية لرفع الحجارة الضخمة إلى الأعلى. ممرات وغرف الأهرامات. وكانت الأهرامات تحتوي على نظام معقد من الإنفاق والممرات والغرف، وقد تم بناء هذه المنشآت باستخدام الحجارة الضخمة والإضلاع المتقطعة، مما يؤدي إلى توزيع الوزن بشكل متوازن وتعزيز المتانة والاستقرار. لم يتطلب بناء الأهرامات فقط المهارات الهندسية والبنائية، بل كان يتطلب أيضا التنظيم الدقيق للعمل. وقد تم استخدام الآلاف من الأعمال والحرفيين والمهندسين إنجاز هذا المشروع الضخم خلال فترة زمنية طويلة تمتد لعقود. وبالإضافة إلى أن بناء الأهرامات كان يعتبر أيضا نشاطا دينيا وسياسيا، حيث كان يتم استخدام الأهرامات كمقابر للفراعنة والملوك والملكات. وكانت هذه الهياكل تعتبر عن القوة والسلطة والخلود في الحضارة المصرية القديمة. بس كده عزيزي المشاهد، لو ليك أي سؤال أو أي استفسار اكتبه لي في الكومنتات تحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.